تعالوا النهارده يا شباب اخدكم وافرجكم على الاكلات الشعبيه اللي موجوده في الشارع الالماني. لكن اذا قدموا لك ستيك او شاورما عايز اقول لكم ان درجه الحراره دلوقتي صفر، عيني عماله تعيط من كتر البرد. فاكرين يا شباب بروكلين؟ المحل ده اللي انا جبته لكم من اجمد المحلات اللي بتبيع لبس شبابي هنا. بس يا شباب المبنى اللي هناك ده تعالوا افرجكم عليه من قريب. يا شباب الجمال ده ايه ده؟ ايه الاحجار دي؟ بص التفاصيل، اهتمام بادق التفاصيل بقى. هنشوف ايه المكان ده. كريمينال بوليتساي، المكان ده تبع شرطة الجرائم. انا مش عارف ازاي مبنى بالجمال والفخامة دي كلها يكون مجرد مبنى حكومي. ده المفروض يكون مبنى اثري. هتلاقي بقى موضوع المباني الاثرية الحكومية ده متكرر هنا في المانيا بشكل كبير جدا. اللي هو تخيل موظف حكومي شغال في الدولة بينزل بيجي، ده مكان شغله. الباشا شغال في قصر، والمبنى ده لا هو مبنى للمحافظ ولا مبنى لحد مهم في الدولة، مبنى حكومي عادي جدا. بس هنا في المانيا ما عندهمش ثقافة الانتظار والطوابير دي، عندهم نظام المواعيد. كل حاجه هنا بترمين اللي هو الميعاد. بتحجز ميعاد اي مصلحه او اي حاجه انت عايز تعملها وبتروح على ميعادك بالظبط، بتخلص مصلحتك وبتمشي. موضوع الطوابير مش منتشر هنا بشكل كبير، بتلاقي دايما الطوابير في الماركتات بس. خدت مشروب يا شباب سريع بس، وانا في الحمام قابلت حاجه كده كنت حابب ان انا اشاركها معاكم. تعالوا يا شباب، عايزك تبص لي على الموضوع ده باب الحمام، بس هنا في زي باسورد زي كود كده. هشرح لك الموضوع ده دلوقتي. شفت بقى موضوع الكود اللي موجود على أكرة الباب ده؟ تعالى بقى اشرح لكم الفكرة ايه، علشان احنا بس بنبقى فاكرين ان الاوروبيين دول بيضحك عليهم. وانا عايز اقول لك اللي هم ناصحين وصعب جدا يضحك عليهم. زمان اللي كان بيحصل ان واحد يبقى ماشي كده في الشارع عادي، فيحتاج اللي هو يخش الحمام، فيبص جنبه يمين او شمال يشوف اي مطعم اي كافيه اي مكان فاتح جنبه وهو عارف ان في حمام، يقوم داخل قاضي حاجته ومروح، سواء كان هو جست في المكان او زبون او لا. هنا بقى يا باشا علشان محدش يغفلهم بيخش كده وسط الزحمه ويقوم داخل للحمام مستخدمه. عملوا موضوع الكود ده، اي زبون قاعد في المكان بيقدر يروح للباريستا او للشخص اللي شغال في المكان وبيقول له لو سمحت انا قاعد على الترابيزه الفلانيه انا عايز كود، فبيقوم الشخص ده مديله الكود، بيروح عند الحمام كاتب الكود، بيفتح وبيخش. او بتتعمل بطريقه تانية، لما الشخص بيجي يروح يطلب الطلب بتاعه بيطلع له فاتوره كده بالمشروب وبتمن المشروب وكل تفاصيله، بيقوم هم طابعين الكود بتاع الشخص ده اللي بيدخله الحمام على الورقه دي اللي هو الريسيبت يعني. يجي اخيرا اللي ماشي في الشارع يجي يخش الحمام يلاقيه مقفول بباسورد، يقوم لافف وراجع تاني. ايه رايكم بقى في الفكره دي؟ الفكره دي جديده على كام واحد فيكم زي ما كانت جديده عليا كده اول لما شفتها. انا برضه اول لما شفت الموضوع وقفت كده كام ثانيه قلت يا ولاد اللذينه. دايما في ايام الاحتفالات بيبقى موجود العربيات والاكواخ اللي ورايا دي اللي انتوا شايفينها دي، هو ده بيبقى شكلهم الاحمر اللي هناك ده. في منهم بيبيع مشاريب وفي منهم بيبيع حلويات ومخبوزات، اكلات مختلفه ومتنوعه من ثقافات وبلاد تانية. في الايام دي بتبقى فرصه ان الناس تيجي تعرض ثقافه بلدها هنا، سواء مثلا بيبيعوا لبس او بيبيعوا مأكولات او بيبيعوا اكسسوارات معينه بتدل على طراز البلد اللي هم جايين منها. يعني مثلا لكاني واقف مثلا ببيع اهرامات صغيره، تمثال الاهرامات دي بتبقى حاجه بتدل على التاريخ بتاعي والحضاره بتاعتي، بيبقى موجود منها في كل مكان. زي ما باين ورايا الاماكن اللي انا كلمتكم عنها من شويه، اللي هي الاكواخ والكرفانات اللي ورايا دي، اللي الناس بيجوا يقدموا فيها اكل من ثقافات واماكن مختلفه. من اشهر الوجبات في المانيا السجق، محدش يجيب منه لو شافه علشان ده بيبقى خنزير يا شباب. هو ده بيبقى شكله، اول لما تشوف الكلمه دي اهرب على طول، ده سجق خنزير. تعال اوريك شكله بيبقى عامل ازاي. هو ده بيبقى شكله، هو ده بيبقى شكله، وهو ده بيبقى شكل الشيف، وهو ده بيبقى شكله كل حاجه. قسما بالله ما قادر استحمل الريحه يا شباب. هنا البلو فاين اللي انا قلت لكم عليه، مشروب كده برضو بيتشرب، ومشروب من المشاريب النبيتيه دي ملناش دعوه بيه. انا بحاول على قد ما اقدر يا شباب اللي انا اشارك معاكم المنتجات والاكلات الحرام بالنسبه لنا، زي النقانق والسجق والبلو فاين والكلام ده كله، علشان يعني وارد ان اي حد يكون لسه جاي جديد ما يعرفش المعلومات دي، يلاقي مثلا عربيه عامله سجق او هوت دوج يفتكر يعني ان الموضوع زي عندنا في مصر سجق عادي، فيروح يجيب له سندوتشين ولا حاجه، يتفاجئ بعد كده اللي هو خنزير. فعلشان ما تاكلش خنزير بالغلط في اوروبا لازم تكون متاكد بنسبه 100%
100% وعارف اللي انت هتاكله ده عباره عن ايه. دايما عود نفسك انك تسال الشيف او اللي واقف بيعمل الاكل، اساله عادي ما تتكسفش، قول له هل ده لحم بقري ولا لحم خنزير، وكمان اساله انت بتعمل لحم بقري بس ولا بتعمل الاثنين. والنصيحه مني لو بيعمل الاثنين ما تجيبش من عنده، حتى لو قال لك اللي هو هيعمل لك لحم بقري ما تجيبش برده من عنده، لان هو عمره ما هيغير السكينه اللي بيستخدمها ولا الادوات اللي بيستخدمها ولا المكان اللي بيقطع عليه. عمره ما هيستبدل الحاجات دي مكان الخنزير ويعمل لك بيها لحم بقري بس. اقصى حاجه ممكن يعملها اللي هو يمسحها ويقطع لك بيها سندوتشاتك ووجبتك. فنصيحه مني، هو سؤال صريح، بتعمل وجبات خنزير؟ سلام عليكم سيبه وامشي. مش هتعمل كده اتاكد انك هتاكل خنزير بالغلط. هنا بقى هتلاقي تفاح بالشوكولاته اللي هو اللي هناك ده، هنا في فراوله وموز، وهنا في مكسرات اشكال والوان، وفي فشار لو حد عايز يجيب كيس فشار ولا حاجه. تعالوا بقى اعرفكم على الحاجات اللي موجوده في المكان. المكان اللي هناك ده بيبيع اي حاجه نباتيه علشان الناس اللي مش بتحب تاكل لحوم، هو مكتوب عليه فيجي من فوق. وقلنا ان الكوخ اللي هناك ده موجود فيه مكسرات. بيبقى فيه اكلات كتيره في الاماكن دي حرام، زي مثلا لحم الخنزير، منتجات الخمور والكلام ده كله، بس بيبقى فيه اكل عادي زي المكسرات والحلويات والمخبوزات وحاجات زي كده. دايما حوالين المناسبات دي بيعملوا خلطه كده للمكسرات وللحلويات، بتبقى نكهه وخلطه مميزه كده. واحده منهم بتبقى بالقرفه كده، بتبقى نكهات مخصصة للأجواء اللي هم فيها دي. مشاريب بقى غريبة اللي بيشربوها، ايه ده يا جدعان؟ ده حاجات غريبة بيشربوها. وهنا بقى في جذوع الشجر ده محطوطة هنا تبع المكان برضو ده. الناس بتيجي بتقوم واخدة مشاريبها وواقفة كده زي الأخ اللي هناك ده، تحط مشاريبها هنا وتقف. استنى هاجي أصور لكم من الناحية دي. الناس بتيجي بتطلب المشروب من هنا وتيجي تاخد لها جذع شجرة من الجذوع دي جذوع متحركة وتقف تشرب بقى. كل بقى الحاجات دي حاجات جميلة حلال أنا بحبها برضو، بجيب منها أوقات. في الفراولة اللي بالشوكليت دي ملهاش حل، وفي برضو موز بالشوكليت، وايت شوكليت بقى، دارك شوكليت. بصوا يا شباب لقيت ايه؟ اجمل الحاجات اللي انا شفتها في المانيا. الناس يا شباب واقفه حداد ازاي، كاتبين علشان ولادنا واللي بيحصل لهم في الشرق الاوسط وغزه. الناس اللي واقفين دول كلهم ما فيهمش ولا واحد عربي، حتى الناس اللي قاعده جوه دي ما فيهاش ولا واحد عربي. ناس واقفه بتعيط. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا يا رجاله. ما شاء الله الاعداد عماله تكتر والناس عماله تعدي وتقف تقرا اللي بيحصل وموقفه مهتمه بالموضوع. في ناس كتيره جدا اوروبيين عمالين يعدوا يشوفوا اللي بيحصل يقفوا. فين يا شباب الناس عماله تيجي ازاي؟ كل الناس اللي واقفه دي بقى ما فيهمش ولا واحد عربي، انا الوحيد العربي اللي واقف. تقريبا الراجل اللي هناك ده بيصلي او هو واخد وضع السجود، مش عارف الصراحه. مش عارف هو اصلا باين في التصوير ولا لا، بس هنا حد راكع. حتى مكتوب على البورد اللي هناك ده توماس امبر، يعني تقريبا المنظمين اصلا والمنظم واحد اسمه توماس. حتى باين على الخط اللي دي مش كتابة خط عربي. انتوا عارفين فين المكان ده؟ لو انتوا فاكرين الكنيسة الكبيرة اللي احنا صورناها الصبح اللي كان عندها الترومبة والتمثال، هي دي عند المدخل بتاعهم قاعدين.